بصوا يا جماعة، مبدئيا كده فيديو النهاردة ده من النادر جدا لو لقيت حد عامل فيديو مشابه ليه. الفيديو ده مهم جدا جدا ليك، يعني لأول سنة ليك في الكلية أو في الجامعة، فركز معايا كويس. مبدئيا كده لو كنت حابب تكون شاب ليك كاريزما وكاريزما جامدة جدا، وحابب إن محدش يتريق عليك أو يبصلك بنظرة إنك أنت لسه صغير أو لسه طفل، لازم تعرف إن الحاجات اللي أنا هقولها لك النهاردة دي مهمة جدا جدا في سبيل إنك تكون طالب ناضج بعقلية كبيرة، وليك احترامك وليك كاريزمتك في الجامعة بتاعتك. رقم واحد، وده أهم حاجة واللي لازم تاخدها بعين الاعتبار ومن دلوقتي، إنك تحاول تتجرد من كل شيء كان يخص تالتة ثانوي. تحاول تنسى تالتة ثانوي بكل حذافيرها، بأسلوبها وبكلامها وبضحكها وبهزارها وبالأمان وبكل حاجة. لازم قبل ما تروح الجامعة أو تدخل المرحلة الجامعية تعرف إنك أنت داخل على مرحلة جديدة في حياتك، محتاجة إنك تكون تطورت بالقدر الكافي اللي يخليك تعرف تواكب المرحلة دي، وخليك تعرف تجاري المرحلة دي، وخليك تكون متفوق أو ليك كاريزمتك الخاصة في المرحلة دي. فمهم جدا إنك تنسى أصلا تالتة ثانوي وتنسى كل حاجة كانت تخص المرحلة دي، وتبدأ تتأقلم وتعيش إنسان جديد مع مرحلة جديدة من حياتك. وممكن تدخل على اليوتيوب وتبحث عن الفيديوهات اللي بتعلمك السلوكيات الصحيحة والنطق الصحيح. ولو ما لقيتش فيديوهات مشابهة للي أنا بقوله لك دلوقتي، ممكن تسيب لي رسالة في التعليق، وأنا إن شاء الله هعمل لكم فيديو إزاي تكون أسلوبك راقي في الكلام، إزاي تكون ذوق، إزاي تتعلم حاجات كتيرة جدا جدا هتفيدك في المرحلة الجامعية وهتخليك مميز. رقم اتنين، لازم تكون عارف إن أول شهر ليك في الجامعة هو شهر ده بيسمى شهر الانطباع. يعني إيه شهر الانطباع؟ يعني إن أول شهر، أول صورة هتظهر بيها هي اللي هيكون الانطباع اللي هياخده عنك أي حد موجود في الحرم الجامعي، سواء من دكاترة أو حتى من معيدين أو حتى من الأمن أو حتى من أصدقائك. وإن الصورة اللي هتبان بيها في أول شهر دي مش هتقدر تغيرها لحد آخر لحظة ليك في الجامعة، لحد بفضل الله التخرج. فعشان كده مهم جدا جدا إنك تحاول تظبط نفسك وتخلي نفسك إنسان متزن وما تهزرش كتير، وتعمل لنفسك كاريزما قوية جدا من أول ظهور ليك، وتحاول إنك تخطف الأضواء بالاحترام وبالأدب وبالذوق. رقم ثلاثة، وده المهم جدا في أول سنة ليك في الجامعة، مهم جدا جدا إنك تحترم الدكاترة والمعيدين بتوعك، وإنك تحاول تحترم المحاضرات بتاعتك. صدقني مش عيب ولا غلط إنك تحضر قبل السكشن أو قبل المحاضرة بربع ساعة وتنتظر بره لحد الدكتور ما يدخل. دي حاجة مش هتقلل من قيمتك ولا تقلل من قدرك، لأن في المقام الأول والأخير إحنا أصلا داخلين الجامعة عشان نتعلم، وعشان نطور من عقلنا، وعشان نزداد خبرة ونزداد علم، وعشان ننهي المرحلة الجامعية دي ونشوف المرحلة اللي بعدها هي ايه. فمهم جدا انك تحترم الدكاترة والمعيدين بتوعك، ده لو كنت حابب تنجح ولو كنت حابب تجتاز المرحلة دي. رقم أربعة، لازم كشاب يعني لازم تمارس رياضة، لان صدقني الانسان لما بيكون جسمه متناسق وجسمه حلو كده وفي الهدوم بتاعته هو جامد وجسمه كويس بيلفت النظر. واحب اقول لك ان في الجامعه بنسبه 90% اكتر شيء ممكن يكون بيلفت النظر بعد الاخلاق والاحترام هو مظهرك الخارجي من قوه جسمانيه او من لبس محترم والكلام ده كله. فمهم جدا انك تحافظ على اللياقه البدنيه بتاعتك وتحافظ على شكل جسمك الخارجي، منها هيديك ثقه في النفس ومش هيخلي حد يقدر يتجرأ عليك كتير، ومنك كمان هتكون ملفت صدقني للانظار. اخر حاجه ودي المهمه جدا، حاول انك تكون محترم من جواك. حاول انك ما تروحش المرحله الجامعيه وانت عايش في ذكريات الثانويه العامه وذكريات البلطجه وذكريات اللعب وذكريات حاجات كتيره مش كويسه. حاول انك تكون انسان مؤدب وتكون على القدر الكافي اللي يخليك فعلا تكون تستحق او تكون مؤهل انك تكون في المرحله الجامعيه. تكون انسان ابن ناس في كلامك، في اسلوبك، حتى في ضحكتك، حتى في الناس اللي بتخاصمهم. حاول انك لما تخاصم ما تفجرش وما تكونش انسان سيء. الكام نصيحه دول لو انت عملت بيهم وخدتهم في عين الاعتبار، انا اضمن لك بعد الله سبحانه وتعالى ان شخصيتك هتتحفر على جدران الجامعه ومش هتتنسي، ولحد اجيال هتيجي بعدك هيفضل اسمك مخلد وهيفضل اسمك الذكر. وفي كل مرحله او في كل طلاب هيجوا جداد هيفضل اسمك يرن في الجامعه او في الكليه بتاعتك من ادبك ومن احترامك ومن ذوقك. لو احتجت اي فيديو يخص الجامعه او يخص اي حاجه او عندك اي فكره حبيبني اعمل لها فيديو، ما تترددش انك تبعت لي، وانا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن هعمل لكم الفيديو اللي انتوا عايزينه. وبس كده، السلام عليكم.